السلام عليكم. سأقدم لكم وصفة رائعة ومفيدة جدا في تبييض الأسنان وإزالة الإصفرار والرواسب، غير مكلفة وبمكونات طبيعية. سنحتاج إلى قطعة صغيرة من الخبز الذي لم يصبح صالحا للأكل، ثم نقوم بوضعه إما في الفرن أو فوق النار حتى يصبح لونه أسود مثل الفحم. بعدها نقوم بطحنه جيدا. ولا تقل لي حرام أن أغسل أسناني بالخبز أو ما شابه. عليكم باستعمال الخبز الذي لم يعد صالحا للأكل، هذا للتوضيح فقط. وبعدما يطحن نقوم بإضافة عليه القليل من العسل ونخلط العنصرين معا جيدا، ثم نغسل به الأسنان لمدة دقيقة أو دقيقتين، ويمكن استعمال الوصفة مرة واحدة في اليوم. أتمنى أن تجربوها، فهي رائعة وتعطي نتائج سريعة. أتمنى أن تكون قد استفدت واستمتعت بمشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسى دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وكذلك الضغط على الجرس ليصلك كل جديد مفيد. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء. السلام عليكم. سأقدم لكم وصفة رائعة ومفيدة جدا في تبييض الأسنان وإزالة الإصفرار والرواسب، غير مكلفة وبمكونات طبيعية. سنحتاج إلى